السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل كشري مصري مع بعض. بصوا، من الأكلات السهلة اللذيذة الخفيفة اللي بتخش المطبخ ما بتحتاجيش وقت. حلة على النار فيها معلقة من السمنة، معلقة من الزيت، يسخنوا كويس. معايا كوباية من العدس الأصفر، كوباية من الرز مغسولين كويس مش منقوعين، ونزلت النشا اللي فيهم كله، وهنحطهم بقى على الزيت والسمنة بتوعي اللي على النار، وهسيبهم يتشوحوا مع بعض لحد ما لونهم ما يفلفلوا كده. والرز والعدس يغلفوا المادة الدهنية، يتغلفوا بالمادة الدهنية كده، ويبقى شكلهم بيلمع كده ومفلفل وجميل. تمام، قلبتهم كويس مع بعض. هنزل بقى برشة من السكر والملح طبعا حسب رغبتك انتي. وبعد كده معايا كل كوباية من العدس عليها كوباية مية، كل كوباية من المية من الرز عليها كوباية مية. يعني كوبايتين، كوباية رز كوباية عدس عليهم كوبايتين مية مغليين. تمام، ده السكر بتاعي، رشة سكر عشان الحموضة. العدس الأصفر كده كده معروف انه بيعمل حموضة. ورشة من الملح بقى حسب رغبتك زي ما قلنا، وهنقلبهم كويس. وبعد كده انزل عليهم بالمية المغلية، لازم طبعا المية تكون مغلية. بصوا، مش عايزه اقول لكم، العدس والرز مع بعض مطلعين ريحه خطيره. الميه المغليه بتاعتي نزلت بيها، وهوطي عليهم النار. اول ما يشرب الميه بتاعته والشرب، اتعاملي معاه كانك بتتعاملي مع الرز العادي. اول ما يشرب الميه بتاعته هوطي عليه، بس كده. شايفين يا بنات بعد الكشري بتاعي ما استوى؟ وهنا بقى انا عملت له التحابيش طبعا الاساسيه اللي جنبيه، ده البيض المسلوق ومقلي مدحرج، وده الفلفل بقى بالشطه والثوم بقى، ودي دي طماطم مخلله. بصوا، جميله جميله جميله. بصوا، اكله تفتح النفس، اكله سهله، مش بكلفك اي حاجه خالص، يعني تكاليف بسيطه رمزيه. بصوا الرز بقى مفلفل ازاي وجميل. والله العظيم الاكله دي بصي بتخلي الواحد في حته